السلام عليكم. ايه اللي جرالكم يا مصريين؟ ايه اللي حصل؟ هنفضل نردد طول عمرنا اشاعات مغرضة؟ قلنا قبل كده 100 مرة، مش معنى ان كل الشعب بيقول interesting يبقى هي بتتنطق كده. قلنا ان interesting النطق الصح ليها interesting، مش لازم تقول انتر، مش موجودة دي في الانجليش خالص. حتى كلمة ارشيف مش ارشيف، كلمة ارشيف مش ارشيف يا جماعة. كلمة أرشيف نطقها أركايف، أركايف، أركايف. مش معنى إن كل المصريين بيقولوا على THE ذا يبقى كلنا نقولها ذا في أي حال. ال THE ليها نطقين اتنين، ممكن تقولها ذا وممكن تقولها ذي. ها والله العظيم هقول لك تقولها امتى ذي. لو لقيت الكلمة اللي بعديها أول حرف منها من حروف الفاولز اللي هي الاي والاي والاي والاو واليو. فاكرين الحروف دي يا مصريين؟ فاكرين؟ اتعلمناها في المدارس والجامعات. لو لقينا الكلمة بتبدأ من حرف من حروف الفاولز دي نقولها ذي، ما نقولهاش ذا. أرجوكوا، مش عايزين نبقى زي توجو مالي. ذي زي ذي أبل، أهي أول حرف منها أي. ذي أبل. ذي egg، بيضة وتفاحة. موضوع بسيط، احنا بنصعب الامور على نفسنا. The ice cream، عارفين الايس كريم يا جماعه؟ الايس كريم كلنا بناكله في الصيف. The ice cream. The umbrella، شمسيه عادي في الشمس وفي المطر. The apple. The egg. The umbrella. The ice cream. وتعالى بقى للكلمه اللي بقالنا 50 سنه بنقولها برضو، بنقول اورنج. ايه اورنج دي؟ برتقاله او لون برتقالي. عايزين اورنج، هي مش اورنج، هي اورنج. اورنج ده النطق الصح ليها ارجوكم. The orange. The umbrella. The apple. The egg. The ice cream. اي كلمة بتبدأ بحرف من حروف غير حروف الفاولز هتبقى اسمها حروف